كنا في مدرسه، انا كنت مدرسه حكوميه اسمها الأرمان. كانت المدارس زمان الحكوميه يعني كان الطالب البايظ هو اللي يخش مدرسه خاصه. الواد ده هيخش خاصه عشان بيشرب سجاير، فايه ما ينفعش في مدرسه حكوميه. فاحنا كانت الأرمان دي انا بعتز ان انا خريج أرمان. كانوا يعلنوا النتيجه قراءه، مش نروح نقراها. كان الناظر يقف الاول فلان، الثاني، الثالث، وهكذا. فكان الاخير واحد اسمه محمود ضيف، وكل واحد رايح بابوه، واحنا في ثانويه عامه. راح ابوه ماسكه حته علقه، ده انا وقلع الجزمه، ده انا صارف عليك، ده انا مش عارف ايه، لدرجه ابويا زعل جدا جدا. قال له يعني ما صحش، انت اهنته مش عارف ايه، خلاص نصيب. المهم لقيت واحد بيكلمني بيقول لي انت ما بتجيش اجتماع الأرمان ليه؟ احنا بنعمل السبت الاول من كل شهر اجتماع في نادي الجزيره لخريجي الأرمان، والاستاذ العايش بيجي، واللي مات بنترحم عليه. باجي يا سلام حبايبي كلهم الأرمان ده، انا نفسي اشوف الفصل، ما شفتوش من يوم ما سبت ثانويه عامه. انا داخل النادي وقفت لقيت شيروكي قدام وشيروكي ورا ومرسيدس اس 500 وسع في ايه؟ نزل شبهت عليه كده قلت له مش انت محمود ضيف؟ قال لي موافي؟ قلت له اه موافي. قال لي يخرب عقلك ده مش فاكر. قال لي ده الذين 40 سنه انت فين؟ قلت له مش هم، انا فين؟ انت اللي فين؟ هذا البني ادم اخير الدفعه، اخير جايب 53%. شوف احنا كنا جايبين كام ودخلنا طب وهندسه وبتاع، هو جايب 53%. دخل كليه التجاره بقى رئيس مجلس اداره شركه جوتن بتاعت البويه. حلو. الثاني جايب 60%، بس دخل صيدله. كانت زمان صيدله مش كليه من القمه يعني اللي يخش صيدله ده اللي ايه؟ اللي هيقف في الزخانه. تمام؟ فالمهم لقيته جاي يكشف. عماد يخرب عقلك انت فين؟ معاه في الفصل. كان موافي حبيبي بص واحضان تمام؟ قال لي اتفرجت على المعاش؟ قلت له اه. قال لي بتاخدوا مكافأة نهاية خدمة؟ طبعا طبعا. على فكرة احنا بناخد مكافأة نهاية خدمة من فلوسنا. من فلوسنا، يعني الحكومة كل شهر تروح واخدة 20 جنيه وانت خارج تديك 60,000 جنيه بتوعي. خلاص يعني اسمها مكافأة نهاية الخدمة فلوسي. فاحنا خدنا 60,000 كسفة. ايوه طبعا ناخد 100,000 جنيه. ابتسم كده قال لي انت خلاص معاش؟ قال لي اه. قلت له خدت مكافأة الخدمة؟ قال طبعا. قلت له خدت؟ قال لي $5 مليون. ورب الكعبة تقول لي يا ابن الكلب طلع مدير اقليمي لشركة فايزر. مدير اقليمي لشركة فايزر وهو خارج على المعاش خد $5 مليون. لا علاقة يا اولاد بانك هتطلع كام وهتعيش ازاي. لا علاقة بينهم خالص. مش عايز اقول وظائف كبيرة جدا عشان ما يصحش اتكلم على اسامي كبيرة، انما ما كانوش ناجحين. توجيهية كانوا لا كده. طب انت هتطلع ما يدريك مخلص، اشتغلت كويس هتبقى دكتور ناجح وسيشار لك بالبنان. والله مفيش دكاتره كويسين في وزاره الصحه. مين قال كده؟ مين قال كده؟ مفيش دكاتره كويسين في الجيش. مين قال كده؟ هو كله كويسين في الجامعه؟ نفر. طب مفيش في الجامعه ما بيشتغلوش؟ كتير جدا جدا زمايلنا ما بيشتغلش. فانسى الفلوس دي خالص. وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ده حقيقه مش كلام فاضي. واياك تسرق العيال، حذاري. اياك تبالغ في كشفك، اوعى تعمل كده. لان هذا يعني انا اقسم بالله العظيم الحرامي اللي في الاتوبيس اللي يمشي للمحفظه اشرف من دكتور عمل قسطره بدون داعي. والله العظيم.